في خبر أحزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، ويتعلق الأمر بوفاة ابن حي مونطانيكا سطاتوان مامو صاحب الألبسة التقليدية العجيبة. وذكرت مصادر أن الجنازة ستقام مقابل ملعب مجانطة. ووصف عدد من النشطاء مامو ابن سطاتوان بالرجل البشوش والخلوق الذي كسب الشهرة بوهران والجزائر بسبب الأطقم التي يرتديها، والتي تعود لسنوات القرن الماضي ويجول بها عادي في الأزقة والشوارع. إن لله وإنا إليه راجعون. من قال أن سانتا كروز هي معلم الباهية البارز فقد أخطأ، لأن مامو يعتبر رمزا آخر يضاف للمدينة. وهكذا يعانق جاك سبارو الوهراني عشاقه ويلتقط معهم صور السيلفي. أنا سي لو نون فامي أيزاي مامو محمد، جو سي طايرتيليست. تعجبني حاجة زعما نتفرج في فيلم ولا تاع كوبوي صافي يدير مامو راه غدوة كوبوي. مامو ابن مدينة الباهية، قصة تعلقه بالشخصيات العالمية الهوليوودية تعود إلى الأفلام التي كانت تعرض قديما في سينما الراكس بوهران. ملي كنت صغير على 10 شيباني كان يدخلني كما قلت لهم لا ديرنيير فوا سينما الراكس كان تجيب لي فيلم هند ولي فيلم ايجيبسيان، وكان سينما الدورادو كان تجيب لي فيلم كوبوي. هذا هو الخانة تاع سطاتوان وعنده الثقافة، راك تشوف اخويا خاطر يجينا بلوغ. ودليل ما يقول هؤلاء هو أن كل المارة من هنا يحيون جاك سبارو أو مامو. ايوا سلام صحيت. إن مامو الوهرانية له عشق لشخصيات أخرى في مجال الفن والسينما. اليوم لقيتني دروك لوك مكسيكان أنطونيو بانديراس زابادا، غدوة بالك تلقاني بيرات جاك سبارو. كنز الجزيرة المهجورة وحكاية اللؤلؤة السوداء التي يبحث عنها جاك سبارو في بيرات دي كاراييب، هربها مامو إلى وهران وأحاطها بحرس قد ينجيه هجوم القراصنة على قلعة سانتا كروز.